اليوم حبيباتي جبت لكم بيتزا. يعني البيتزا هذه صغيرة كامل نحبوها ومطلوبة في رمضان، يعني يحبوا هكذايا بيتزا صغيرة باش كيما نقولوا ياكلوا بها شوربة ولا يتسحروا بها. الطريقة راهي تاع العجينة راهي في القناة، يعني باش ما يجيش الفيديو طويل درت لكم العجينة وحدها باش تخدموا بها جميع المملحات، قلت لكم وتشكلوها يعني الطريقة اللي حبيتوا. تحبوا ديروها بيتزا هكا ميني بيتزا، تحبوا ديروها مملحات، انتي واش هوالك والطابع اللي عندك والوقت اللي عندك ايضا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. وندخلوا في الوصفة وفي الروتين تاع اليوم اللي جبته لكم. من قبل حبيباتي كنت هدرت لكم على الفريتوز روبيست، يعني الفريتوز اللي عندي. تلقاو أيضا الفيديو تاعها في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت. كنت هدرت على المساوئ تاعها والمزايا تاعها. اليوم يعني في رمضان هذا قلت لها يلا نوضي. رفتها جبتها، يعني بعد ما كنت بيان سور غسلتها ونشفتها مليح، فرغت لها الزيت. ترفد الزيت ريت لا اونز، يعني ديري حسابك في الزيت تاعها. هذه مقلاة يعني صغيره، قلت لكم الحجم تاعها صغير كيما راكم تشوفوا. فرغت فيها الزيت ودرتها تسخن. حبيت نوري لكم الطريقه تاع القلي، يعني هي كنت هدرت لكم عليها ماشي هذيك اللي طيب تمتم طول في الطياب تاعها. وانا واش وليت قلت لكم خسرت لي، ومن بعد الزوج عاود سقمها لي، يعني بدل لها خنتش فيها كما نقولوا حنا وعاود سقمها لي. يعني كي سقم لها شغل زاد لها في درجه الحراره تاعها باش ولات تقلي لي. راكم فاهمين؟ وانا دوك وليت نستعملها فريتوز، يعني ماشي كيما نقولوا اللي تقول لك تعطيك السرعه ولا اخر شغل مقله باش ما نطرش الحاله. هذا ما كان حبيباتي، هذا واش وليت نستعملها. شوفوا طريقه القلي. كيما شفتوني قطعت البطاطا، تقطعيها شويه كبيره، تقطعيها بالموس هذه كيما قطعتها انايا فوق هذيك لا بلونش، وديري البطاطا لداخل، ما ديريلهاش الملح، وتولي تحطي هذيك الشبكه تدخليها في الزيت يكون ساخن بزاف، وتخرجيه وتدخليه باش ما تتعجنلكش البطاطا. من جهه اخرى قلت واش ندير لهم اليوم، قلت ندير لهم سكالوب. كنت نقلي سكالوب بجهه ونقلي البطاطا بجهه اخرى. شوفوا هنا حبيت نوري لكم كي تقطعوها كبيره كيفاش دير، يعني كيفاش يجي الشكل تاعها. هنا حبيت نوري لكم هذه القطعه تاع البيض، هي كيما نقولوا تاع الطوماطيش، تقطعي بها الطوماطيش باش تجي دوائر. حنا في رمضان ما ياكلوش الطوماطيش بزاف، كيفي رحت درتها للبيض، قطعت بها البيض ودرت شلاضه هكذا، يعني كنت قدمت تقديم كيما نقولوا خفيف، فهمتوني؟ يعني حاجه خفيفه برك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبيبتي انت اللي راكي تشوفي الفيديو ديري جيم وكملي معايا الفيديو، وحطي لي تعليق، قولي لي رايك في الفيديو تاعي، قولي لي الحاجه اللي راكي حابه تشوفيها، قولي لي الحاجه اللي ما راهيش عجباتك كتبيها لي في التعليقات، يعني باش نزيد نحسن لكم من الصوت ولا من الجوده ولا من الصوره تاع الفيديوهات تاعي. من جهه واحده اخرى قلت لكم درت عصير البرتقال، كنت نعصر في التشينه. شوفوا هنا كيفاش تجي الله يبارك، يعني كي تقطعيها خشينه قطعيها بالموز. قدمتها بالطريقه هذه، يعني حطيت البطاطا في الوسط ودورت عليها سكالوب كيما راكم تشوفوا. البيتزا هاي ليك العجينه بعد ما اختمرت قلت لكم تلقاوها في صندوق الوصف. درت لاصوص طوماط، لاصوص طوماط ثاني نديرها لكم ان شاء الله وحدها. درت طماطيش من الفوق ودرت الزيتون، وحبيت نوريلكم هذا الجبن اللي كنت شريته. شوفوا كيفاش يعني اول مره نستعمله، سكرفشتو حطيته من الفوق. وثاني هذا الجبن يعني كي وريته لكم يسمى يعني مليح، ماشي وريته لكم فقط هكذاك، يعطي لك هذيك التكسيله شويه كيما نقول، ماشي هذيك كيما تاع الموزاريلا ولا اخر، لكن يمد لك هذيك التكسيله، ولكن وايضا الذوق تاعو شباب كي طابوا من الفوق البيتزا تاوعي. شوفوا درت لهم شويه طوم من الفوق ودرت لهم شويه فرماج ورجعتهم لداخل الفرن باش يذوب هذاك الجبن شويه. هذا مكان يعني كيما نقولوا التزيين ثاني اختياري، كل واحد اللي ما يحبش الطوم ما يديرش لي، يعني كل واحد واش يحب. تحبي تطرشي من الفوق ديري لهم، يعني واش ياكلوا افراد العائله تاعك ديري لهم. انا درت لكم هذا التزيين البسيط، وكما قلت لكم من قبل ندير لكم وصفات باش تقدروا كامل ديروها وتنجحوا فيها باذن الله. والصح كيما نقولوا راهو في الوصفه، يعني في الوصفه تاع العجينه ما فيها حتى شيء، بسيطه وشي كيما نقولوا كامل عندنا في البيت. شوفوا هنا حبيباتي، يعني بعد ما طابت شوفوا كيفاش تجي،
يعني تجي ما شاء الله، تجي طريه ميم كي تقعد للسحور تقعد كيما نقولوا طريه، يعني ما يعني يقدروا يتسحروا بها مع كاس شربات ولا غازوز، يعني على بالنا دراري تاع دوكا كاع يحبوا الغازوز والشربات. حنا حبيباتي لحقنا نهاية الفيديو، نقولكم صحة فطوركم صحة سحوركم والسلام عليكم.